دلوقتي انت شاب عايز تطلع كارت عشان تشتري اونلاين او تحول او تستقبل فلوس من حد او حتى تحوش بدل ما انت بتصرف كل جنيه في جيبك، بس لسه معكش الورق اللي انت محتاجه عشان تفتح حساب في البنك، يعني لسه ما تمتش ال 21 سنه، لسه مش شغال في وظيفه منتظمه او شركتك خايفه من الضرايب فمش هتديك مفردات مرتب. انت هنا قدامك حل من 3 حلول: تطلع كارت ميزه من اي بنك، يا تطلع كارت تلدا، يا تطلع كارت يلا. كل واحد من دول ليه ميزه وعيب، وانا النهارده جاي اقول لك الفروق بين ال3 حلول، وهقول لك انهي احسن واحد وازاي تستقبل فلوس من باي بال لو انت بتستخدم. بس قبل ما ابدا ما تنساش اللايك وتشترك في القناه ويلا بينا. تلدا هو كارت بريبيد او مدفوع مقدما، بيطلع بالتعاون بين تلدا وبنك القاهره وماستر كارد. وموضوع ان ماستر كارد ده بيخليك تقدر تشتري من اي مكان في مصر او اي مكان في العالم او اونلاين من مصر ومن بره مصر. ولو دخلت على موقع او خدمه بتحتاج OTP اللي هو الكود السري اللي بيوصل لك قبل ما تشتري اونلاين، هيوصل لك عادي. عشان تطلع كارت تلدا هتحتاج تنزل الابلكيشن من الاب ستور او جوجل بلاي، هسيب لك لينكاتهم تحت، ويكون عندك 16 سنه على الاقل ومعاك بطاقه. بعد ما تنزل الاب هتدخل بياناتك وتصور لهم بطاقتك وتدور على اقرب نقطه تستلم منها الكارت. النقط دي ممكن تبقى بوث لتلدا او فرع من فروع بنك القاهره، تروح هناك وتمضي على شويه ورق وبقى معاك كارت تلدا. علبه الكارت حلوه قوي الصراحه، يعني تشد كده تفتح تقفل، لا قفلت. الكارت ده مختلف عن اي كارت تاني ممكن تطلعه، زي ما انت شايف كده مفيش بيانات مكتوبه قدام، شكله احلى طبعا وخلانا نعرف نطلع قدام الكاميرا. باقي الكروت صعب تعمل كده عشان بياناتها ما تتسرقش. وبالمناسبه الكلام ده هو نفسه في كارت يلا، بس هنرجع له بعدين. لو عايز تحط فلوس في تلدا قدامك 4 حلول: يا اما ايداع من المكن فوري بس هياخد منك 1% رسوم، يا تحويل بنكي، يا تحويل من انستا باي، يا تطلب فلوس من اي حد معاه كارت تلدا. اكبر مبلغ يقدر يشيله تلدا هو 100,000 جنيه، واكبر مبلغ ممكن تسحبه في الشهر 25,000 جنيه، وفي اليوم 7,500 جنيه. نفس الحدود دي بتطبق لو هتشتري بالكارت اونلاين او من اي محل، يعني ما تقدرش تشتري حاجات باكتر من 7,500 في اليوم، وده في رايي قليل يعني خصوصا بالنسبه للاسعار دلوقتي، يعني ده دوب موبايل اقتصادي. عمليات السحب في تلدا من الاي تي ام عليها رسوم 5 جنيه على كل عمليه سحب، واقصى رقم تقدر تسحبه من المكنه هو 4000 جنيه في المره. ولو هتشتري اونلاين من بره مصر بعمله اجنبيه في عموله 3%، ولو بتسحب فلوس من بره مصر في 4% عموله و30 جنيه رسوم ثابته كده. وبعيد عن الفلوس ذات نفسها او تداول الفلوس، فالاب فيه كذا حاجه حلوه بقى، زي انك تقدر تتابع وتقسم معاملاتك حسب النوع، في زرار ممكن توقف منه الكارت على طول لو اتسرق او عايز تقفله عادي. للاسف لحد دلوقتي ما تقدرش تستقبل فلوس من بره على الكارت، وما تقدرش تستقبل فلوس عليه من باي بال. نروح بقى لكارت يلا. كارت يلا ده كارت بريبيد برضو يطلع من البريد المصري، ولا ما تفتكرش البريد المصري بقى يعني هتطلعه من عند مدام عفاف في الدور الثاني، الموضوع متطور جدا ويمكن ده اسهل كارت فيهم ممكن تطلعه. كارت يلا ما بيحتاجش غير ان يبقى عندك 16 سنه ومعاك بطاقه، هتروح اي مكتب بريد جنبك وهتدفع 20 جنيه وبس كده انت بقى معاك كارت يلا في 10 دقايق. تقدر تفعل الكارت من يلا اب او من الكول سنتر او من اي اي تي ام من بتوع البريد المصري. لو انت مش عايز تروح بقى ممكن تطلبه من الاب وهيجي لك على البيت، بس نصيحه اخويه بلاش عشان هم 10 دقايق في اي فرع بريد والدنيا هتخلص بدل ما تقعد تستناه والتوصيل يتاخر وبتاع. خلينا بقى نشوف دلوقتي كارت يلا ده بيعمل ايه. اول حاجه ده كارت فيزا زي ما انت شايف كده، تبع شبكه فيزا، يعني هتقدر تشتري بيه من اي محل جوه مصر او بره مصر، وممكن برضو تشتري اونلاين من اي حته في العالم. ولو دخلت على موقع او خدمه بتحتاج OTP هيوصل لك عادي. كارت ليه تطبيق اسمه يلا سوبر اب، هو مش سوبر اب قوي بس بيقدم خدمات كتير، ده غير انه متحكم بشكل كبير جدا في الكارت. لو عايز تحط فلوس في الكارت فمعاك كذا طريقه، ممكن تعمل ايداع من ATM من بتوع البريد المصري بس بحد اقصى 6000 جنيه، ودول موجودين في فروع البريد من بره وابتدوا ينتشروا في المولات. ممكن تحول فلوس من اي كارت بنكي اكنك بتشحن رصيد على موبايلك، وممكن لو عندك حساب في البريد المصري تحول منه على طول. ولو مالكش في الحلول دي كلها فقشطه، ممكن تروح البريد تدخل على الموظف في الشباك وتقوم عامل الايداع. في حل اخير وانا شايفه غبي بصراحه، ان انت تعمل ايداع في حساب يلا في الCIB وتحط رقم موبايلك على ايصال الايداع، بس ده هياخد من 3 ل 5 ايام تقريبا، بس ملوش لازمه، يعني انت كده هتعطل نفسك على الفاضي. لو عايز تحول بقى فالموضوع للاسف مش احسن حاجه، انت ما تقدرش تحول فلوس غير للي بيستخدموا كارت يلا، وما تقدرش تستقبل غير منهم، ومفيش اي ارتباط بشبكه ميزه او انستا باي، وده عيب انا شايفه كبير الحقيقه. اقصى مبلغ ممكن تعمل له ايداع في يلا هو 100,000 جنيه في الشهر، وحد السحب اليومي للكارت 30,000 جنيه في اليوم من التيلر في فروع البريد، و10,000 من الATM. ممكن تشتري اونلاين
اونلاين في مصر بحد اقصى 10000 جنيه في اليوم، وما يعادل 3000 دولار في الشهر من بره مصر. غير المدفوعات بقى انت عندك خدمات كتير قوي ممكن تدفع في اي حاجه تقريبا، كهرباء، ميه، غاز، تليفون، تذاكر، تامينات، نقابات، مخالفات. انت ممكن تشتري من عليه كروت بلاي ستيشن نتورك واكس بوكس، وفي برضه صيدليه في الاب ممكن تطلب منها الادويه عادي حتى لو عندك تامين صحي، وفي سوبر ماركت ومول وممكن تشتري من عليهم اي حاجه تقريبا على الانترنت. حاجات برضو المميزه في الاب جزء الخصومات، في تاب مخصوص للخصومات من اماكن كتير. بس الاهم من ده كله بقى هو الباي بال. كارت يلا هو الوحيد في مصر اللي تقدر تربطه بباي بال. عشان تربطه بباي بال هتخش على ويب سايت او الاب بتاع باي بال وتضيف الكارت زي اي كارت تاني، هيخصم منك مبلغ عشان التحقق. هتتصل بخدمه العملاء بتاعه البريد المصري وتقول لهم عايز المبلغ اللي اتخصم بالظبط، او تقول لهم عايز الكود بتاع تفعيل باي بال. هتاخد المبلغ المخصوم او الكود وتدخله عند باي بال وبس كده تقدر تسحب فلوسك من باي بال عادي. بس خلي بالك ان اي فلوس بتسحبها هتوصل لحسابك بالجنيه المصري وبسعر الصرف في وقت طلب السحب، فخلي بالك من النقطه دي كويس. اخر كارت هكلمك عنه بقى هو كارت ميزا. ميزا هي شبكه مدفوعات محليه، حاجه كده زي فيزا كارد او ماستر كارد، حاجه كده زي فيزا وماستر كارد بس مصري. ممكن تطلع كارت ميزا يعني من اي بنك في مصر، كل اللي انت محتاجه انه يبقى عندك على الاقل 16 سنه ومعاك بطاقه والكارت بيطلع وانت واقف. تقدر تعمل ايداع للفلوس في كارت ميزا من اي مكنه فيها ايداع، بس تكون من البنك اللي طلعت منه الكارت، وتقدر تحطه على انستا باي تحول منه فلوس لاي حساب بنكي او محفظه الكترونيه. ولو عايز تستقبل برضه مفيش مشكله، بس خلي بالك كل ده بيحصل من انستا باي عشان من غيره ما تقدرش غير انك تستقبل فلوس من حساب بنكي وما تقدرش تحول لحاجه تانية. ليه؟ لان ميزا عكس يلا وتلدا ملوش ابلكيشن منفصل. الكارت بتقدر تشتري منه من اغلب نقط البي او اس اللي هي مكنه الفيزا اللي عند المحلات، وممكن تشتري بيه اونلاين من جوه مصر لو الموقع بيدعم شبكه ميزا، لان هي زي ما قلت لك هي شبكه زي فيزا وماستر كارد، فلازم تشوف اللوجو بتاعها جوه الموقع. في نقطه بس لازم تخلي بالك منها، وهي ان مش كل البنوك بتبعت الاو تي بي على الموبايل، في ما بيبعتوهاش خالص، فتاكد الاول وانت بتعمل الكارت انه بيدعم الاو تي بي من خدمه العملاء اللي في البنك. لو عايز تسحب فلوسك فقشطه، اي مكنه بنك في مصر هتسحب منها الفلوس، بس خلي بالك من رسوم السحب لو انت بتسحب من اي تي ام بتاعه بنك غير اللي طلعت منه الكارت. اخر حاجه طبعا انت ما تقدرش تستقبل فلوس من باي بال، بس ممكن تستقبل فلوس من بره لو البنك برضه هو بيسمح بكده. خلي بالك انت هنا مرتبط ارتباط كلي بالبنك. اقصى قيمه 50000 جنيه، بس الموضوع ده بيختلف من بنك للتاني، والليميت بتاع السحب اليومي 20000 جنيه وبس. ده كده بالنسبه للثلاث كروت. الخلاصه كارت يلا ده اهم واكبر ميزه فيه هو السحب من باي بال، فده هيكون مناسب للناس اللي بتشتغل اونلاين او بتفريلانس على موقع زي اب وورك او فايفر فتسحب من عليه الارباح. اما تلدا فما فيهوش الميزه دي، بس ده انسب حاجه للناس اللي بتحتاج تشتري خدمات او منتجات اونلاين من بره مصر، وحته انهم ينظموا معاملاتهم ويعرفوا فلوسهم رايحه فين وجايه منين، وليهم في التداول بتاع الفلوس وما الى ذلك، يبعت ويستقبل ويستلف ويسدد وكل الكلام. اما بالنسبه لكارت ميزا فده كمميزات انا ما انصحش بيه، خصوصا لو انت مهتم بالشراء اونلاين، بس هو ممتاز كحل بديل لفتح حساب بنكي تستقبل عليه فلوس من حد ما عندوش غير حساب بنكي، خصوصا لو انت طالب مغترب مثلا وبتحتاج ان اهلك يحولوا لك فلوس بشكل مستمر، فساعتها افضل حل هو كارت ميزا من بنك اهلك عندهم حساب فيه عشان ما تدفعش رسوم على كل عمليه. يا رب يكون الفيديو عجبك، ولو ده حصل ما تنساش اللايك والشير واشترك في القناه وفعل الجرس وفوتني بعض.